واحد اتأخر والتاني ساب مراته بسبب الساحل الشمالي، واتجوزوا ستات كتير وعملوا وشم على جسمهم لما قالوا يا بس. جربوا ممنوعات كتيرة وعملوا من التصرفات الغريبة اللي خلى اللي يقرب منهم حبايبهم بس. أحمد الفيشاوي وأحمد سعد فيهم تشابه كتير من بعض، بس بعد ما كبروا في السن كل واحد فيهم قرر يغير طريقة حياته تماما ويحاول يعوض اللي فاته. يا ترى إيه هي التفاصيل اللي في حياتهم اللي محدش يعرفها وقربتهم من بعض؟ أحمد الفيشاوي أخد أول حياته فترة مع البرامج الدينية، وكان نقدر نقول عليه مستشيخ شوية، ودي حاجة ما كانتش عاجبة أبوه فاروق الفيشاوي، مش علشان قريب من ربنا، لا بالعكس، علشان كان متشدد في حياته واخد طريقة الجماعة المحظورة وقعد فيها فترة لحد ما فاق لنفسه ورجع تاني لحياته الطبيعية. بس للأسف ده ما حصلش قوي، علشان الفيشاوي كان عايش في لخبطة كبيرة من وهو صغير بسبب أهله، وبعدها دخل في سكة إنه يجرب كل حاجة ممنوعة. في حاجات حبها وقعد فيها شوية، وفي حاجات لأ، بس الأكيد إنه جه فترة وقرر إنه يوقف كل حاجة علشان خاطر صحته الجسمانية والنفسية. بس كمان اتعمل ليه جناح خاص في واحدة من المصحات من كتر ما بيروح يقعد هناك. وهنا كانت أول التشابهات بين الفيشاوي وأحمد سعد، على عكس حياة الاتنين، وإن الفيشاوي اتربى مع أمه وأحمد سعد ساب البيت من 12 سنة. بس الاتنين كان عندهم حب التجربة وإنهم ياخدوا خبرتهم من تجربتهم الشخصية. فضل أحمد سعد متخبط كتير في أول حياته زي الفيشاوي، من الأفراح الشعبية لأغاني اعترف بعد كده إنها كئيبة وغيره، علشان الاتنين يدوروا على فكرة الاستقرار والأمان اللي غابت عن حياتهم، ويبدأوا قصة جوازاتهم الكتيرة اللي مش بتخلص، وكل واحد اتجوز جوازته الأولى وخلف منها وانفصل، ومن ست للتانية، ومن جوازة لغيرها استمر الاتنين في تدويرهم على الأمان لحد ما كبروا وبدأوا يتغيروا، بس برضو تقريبا هما الاتنين في نفس التوقيت. ومع استقرار أحمد سعد مع علياء بسيوني زوجته الحالية وبناته وصلة كويسة مع عياله الكبار، قرر أحمد الفيشاوي إنه يعوض أيامه من اللي ظهر ليه فجأة وهو 12 سنة وما كانش يعرف عنه حاجة، ويعوض بيه غياب بنته عنه اللي تقريبا علاقتهم مقطوعة عن بعض من وقت رحيل فاروق الفيشاوي. ومع ان الفيشاوي وسعد الاتنين بيحبوا الوشم، بس دي تعتبر نقطة الخلاف الوحيدة بين الاتنين. فمع قرار احمد سعد الاستغناء عن اي وشم عمله قبل كده في السنين اللي فاتت، جه قرار الفيشاوي ان يزود الوشم على جسمه، وبرر ده انه حاجة بيحبها ومش عايز يبطلها، وكان بيعملها المصريين زمان. اختلف بقى ايه زمان عن دلوقتي، بس بقى يتعمل بطريقة احدث واحلى. انتوا شايفين في تشابه فعلا بين احمد الفيشاوي واحمد سعد ولا لأ؟